السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الثعابين والأفاعي الكثيرة في المنام. يقول ابن سيرين في تفسير حلم الثعابين الكثيرة: هي إشارة إلى وجود العديد من الأعداء الذين يتسللون إلى حياة الشخص الرائي، وهم بيكونوا من الأقارب أو من أفراد العائلة. أما إذا كانت ضخمة وكبيرة في الحجم فهي إشارة إلى قوة الأعداء الذين يخططون ويمكرون للرأي. أما رؤية الثعابين الكبيرة والملونة هي دلالة على قبح التصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأعداء، فهم حاقدين ومنافقين وبيعملون على الحديث عنك بصورة سيئة أمام الناس. أما إذا كانت الثعابين باللون الذهبي فهي رؤية سعيدة وتعبر عن المال الكثير وإن الحالم سوف يصبح من الأغنياء. يقول ابن سيرين إنه في حالة رؤية ثعابين كبيرة الحجم متعددة الألوان والأحجام لكنها قامت بعض الرائي في القدم مما تسبب له في نزيف، فهي بتعني إن الأعداء سوف يدمرون حياته سواء المهنية أو المادية. إذا شاهد الرائي إن هناك كثير من الأفاعي في المنزل لكنها تختفي عند قراءة القرآن عليها، فإنها إشارة إلى انكشاف أمر خطير له، وعليه التحصن وقراءة القرآن في المنزل بصورة مستمرة حيث أنها بتطرد الشياطين والحاسدين من حياته. أما إذا شهدت العزباء في حلمها إنها محاطة بعدد من الثعابين في غرفة مظلمة فهي دلالة على كثرة الحاقدين والفاسدين في حياتها. أما إذا استطاعت الهرب من هذه الغرفة فهي إشارة على السلام والأمان. الحلم بأن العزباء تقتل عدد كبير من الثعابين السامة حولها يقول عنه الفقهاء هي رمز أنها تتخطي الكثير من المشاكل في حياتها بالإضافة إلى التخلص من الأعداء وتحقيق الأهداف. أما إذا رأت الفتاة أنها تهرب من الثعابين الكثيرة يعني أنها سوف تنجو من الأعداء. رؤية المتزوجة أن هناك الكثير من الثعابين منتشرة داخل أرجاء المنزل هي بتعبر عن المشاكل الكثيرة التي تمر بها مع الزوج بالإضافة إلى عدم التفاهم. والحلم بقتل الثعابين والأفاعي في الحلم في منام المرأة المتزوجة هي رمز على أنها تتخلص من الأعداء والحاسدين، وإن كانت تمر بمشكلة صحية هي أو أحد أفراد العائلة فهي دلالة على الشفاء والتمتع بالصحة. أما رؤية الثعابين الحمراء أو السوداء في المنزل يقول عنها ابن سيرين هي رمز إلى السحر والشعوذة بالإضافة إلى وجود سيدة ساحرة في حياتها وهي تسير خلفها وتتبع خطوها. تفسير رؤية حلم ثعابين ميتة للمتزوجة: هذه رؤية تحذيرية بوجود العديد من الأعداء لكنها سوف تتغلب عليهم عن قريب. إن كانت الزوجة تعاني من تأخر في الإنجاب فبتكون إشارة بالحمل عن قريب إن شاء الله. أما إن كانت تعاني من الأحزان والمتاعب فبيكون فرج إن شاء الله. أما رؤية ثعابين صغيرة في منام المرأة الحامل، رؤية الثعابين الصغيرة في منام الحامل وهم يسعون بالمنزل بتدل على وجود أعداء قريبين منها لكنهم غير قادرين على إظهار الأذى لها. أما إذا تعرضت للدغة منها من الثعابين فهذه الرؤية بترمز إلى الأوجاع والمتاعب خلال فترة الحمل. هجوم الثعابين في المنام وعدم القدرة على الفرار في المنام دلالة على التعرض للأذى والإصابة بالمتاعب الشديدة والهموم في الحياة. كما بتشير هذه الرؤية إلى المشاعر السلبية التي تسيطر على الرائي وتؤدي إلى دخوله في حالة من الاكتئاب الشديد. ورؤية ثعبان أبيض للمتزوجة دليل على أنها سوف تتخطى المشاكل التي سوف تواجهها. أما إذا رأت ثعبان أسود على فراشها فقد يكون دليل على أنها سوف تعاني من الهم والضيق. وقد تكون رؤية الكثير من الثعابين في المنام دليل على وجود أذى أو سحر، والله تعالى أعلى وأعلم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.